يا ساتر يا رب. شوف يا ابني مين اللي بيخبط، واحنا ما عندناش جرس ولا ايه؟ اجري يا واد يا ياسين شوف مين. طب ادخل انت يا ياسين اوضتك، ولا ان كان وراك درس يلا روح. تعالي يا ست انت بقى هنا الناحيه دي. هو في ايه؟ بالراحه بالراحه. عشان في ايه؟ انا خلاص زهقت خالص وجبت اخري معاكي. زهقت من ايه حضرتك؟ جبت اخري معاكي خالص. غسيل مش عارفه اغسل، نشير مش عارفه انشر، ميه مش هيشها عني، شباك مش عارفه افتحه، سلم مش عارفه اطلع، ولا بتكنسيه ولا بتنيلي. انا مش عارفه اعمل معاكي ايه خالص. ليه ان شاء الله؟ جبت اخري معاكي. ليه يعني؟ ليه؟ ده وقته انك تغسلي النهارده وما اغسلش ليه؟ انا مش عارفه. انا عندي عيال وبيوسخوا ولازم اغسل كل يوم. طب انا يعني مالكش عشان ما عنديش عيال ما اغسلش نعيش من التنين؟ انت ما عندكيش عيال اغسلي على قدك. اعمل لك ايه؟ ما ينفعش يا حبيبتي، لازم انا ليا ايام بغسل فيه. انت ما تتعديش الايام بتاعتك. احنا نظمنا قبل كده الايام، كل واحد له يومين. ما ينفعش انظم، انا ماليش وقت في الغسيل. العيال بتوسخ. لا ماليش دعوه. ولا عشان ما عندكيش عيال ما تعرفيش الكلام. انت ما تعايرنيش ان من قله لا انا مش بعايرك، عشان انت مش فاهمه يعني ايه واحده معاها عيال وبتغسل يوميا. اجيب لك انا منين؟ ما ينفعنيش النهارده. طب وبعدين الراجل النهارده يترد عليه عشان انا جبت اخري. انت ليكي راجل وانا ليا راجل، وما نشوف المشكله بتاعت ليه؟ انا ايدي وجعاني يا حبيبتي. ايدك وجعاكي؟ ما انت عندك الغساله اللي في الاوتوماتيك يا حبيبتي. بايظه يا روحي. بايظه يا روحي. دي ما هي اشتراها ما تصلحها يا اختي. ما يجي بقى الظروف نبقى نصلحها. العيال نهبل فلوس دروس ومدارس. انت بقى واحده ما عندكيش عيال والفلوس على قلبك قد كده. انت كمان هتقر على الفلوس اللي عندنا كمان. الله ده الشموسه حلوه قوي النهارده. واد يا ياسين هات لي يا حبيبي المشايات اللي قدام الشقه والسجاجيد اما نحطهم في البلكونه، الشمس طالعه كده ننفضهم. حاضر يا ماما اهو. هات يا ابني الله يكرمك. هات النظافه حلوه برضه. ها يا ساتر يا رب. هو في ايه؟ شوف من على الباب يا حبيبي. اهدى. يا اعوذ بالله اعوذ بالله. هو في ايه يا ست انت؟ هو امبارح يا اختي الغسيل ينق، والنهارده النظافه حطت يا اختي. ايوه الشمس طالعه قلت انفض السجاجيد. حاجه النهارده النظافه يا اختي. هو انا كل ما اعمل حاجه تطلعي كده تهبدي على الباب هتكسريه. امبارح الغسيل الباب ده لو اتكسر انا هصلح. خليك انت اللي تصلحيه. ده هكسر رقبتك النهارده على صدرك عشان انا خلاص زهقت منك خالص. امبارح الغسيل يتبال والنهارده الغسيل يتعفر بتراب. هو انت مستقصدين ولا نظام تطفيش ولا بالظبط ايه بالظبط؟ بصي انا خلاص جبت اخر. تعالي لي بقى يا حلو. يما الحقوني ليه بقى؟ انا امشي معاك. اوعي ده انت وحشه. امشي من هنا. عايزه تضربيني. هكسرك النهارده. يا بنت العضاضه. امشي يا ابني. اقفل الباب يا حبيبي. امشي اقفل الباب لحسن تيجي تاني وهي عامله زي الغوريلا كده هتاكلني. امشي. ابوك اللي جاي ده يا ولا؟ تعالى يا اخويا شوف. تعالى شوف مرات اخوك كانت بتعمل فيا ايه. شايف ايدي؟ وريني كده. شوف ايدي. هي ده كلب ولا ايه؟ اكتر. شايف؟ يا نهار اما جوزها يجي يقول لي كلام معايا. ان ما جبتليش حق الا لا ده هسيبها لك وامشي. ماشي. انا مش عارفه هي شايفه نفسها علينا ليه يا اخويا؟ مش كفايه ان هي شجره وما بتطرحش؟ تروح تشوف لها حته تتلقح فيها. احنا اصحاب العيال والبيت بيتنا، مش كل لما اعمل حاجه كده تأيدني. ما تزعليش هعمل لك كل اللي انت عاوزاه بكل برود وبكل سقاعه وبكل تناح. بصي انا خلاص غلبت فيكي خالص. ضربت، شتيمه وشتمت، شعر وقطعتهول، وعض وعضيتك. انا خلاص زهقت منك خالص. انا جبت اخري معاكي. هو في ايه يا ستي؟ انا خلاص هو انت ما وراكيش غيري؟ هو انت فاضيه بقى ما وراك؟ انا واحده صاحبه عيال وبقوم من النجمه. انت فاضيه بقى ما وراكيش غيري صح؟ انت ما بتكنسيش السلم ليه وبتمسحيه؟ مش ولادك هم اللي بيبهدلوه؟ انا ما عنديش عيال يبهدلوا. هو ولاد اللي بينزلوا يطلعوا عليه. ما انت بتطلعي يا اختي واهلك وكل اصحابك جايين لك كل شويه طالعين نازلين. ما انا امسح فيه وانا ما بشوفش منك حاجه انك تمسحيه. انت مش عيالك اللي بيبهدلوه؟ مش عيالك اللي طالعين نازلين وبيلعبوا عليه؟ انت اللي تعملي يا رب. انت مره وانا مره. ما ينفعش كده. كل حاجه عليا انا كده وعيال. انا مش عيالي دول. طب انت فاضيه انا مشغوله اعمل ايه؟ ده نظام ايه بقى بالظبط دلوقتي؟ انا عايزه اعرف دلوقتي. احسبها زي ما تحسبها يا ست. نظام تطفيش بقى. انا خلاص غلبت. انا غلبت. مش عاجبك الباب يفوت جمل. روحي شوفي لك حته اقعدي فيه. مانيش طالعه من بيتي زي ما هو بيتك وقاعده على قلبك ومربعه. وبعدين يعني كل يوم هتطلعي كل يوم والتاني كده تسمعينا كلمتين؟ وان كان عاجبك انت اخرى. هو انت عشان ربنا كرمك بالعيال يبقى البيت بيتك. انت هتنك بصالي في العيال. العيال ده هيجرى لها حاجه. ربنا يستر عليكم يا اولادي. ربنا يستر عليكم من عينيه.
زيك بالظبط في الدار، وقادر اللي ربنا يكرمك كرمك يا حبيبتي يكرمني انا كمان. يا ربنا يكرمك من واسع يا اختي، يلا ورينا شطارتك. ربنا هو اللي بيكرم، هو حدش، بصي ربنا هو اللي بيرزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتونا جدا من الفيديو اللي فات. شايفين يا جماعة عضتني في ايدي، تقمصت الدور وعضتني، عورتني والله. يرضوكوا كده اللي هي عملته فيا ده. بصوا يا جماعة، النهاردة احنا بنناقش موضوع السلايف. طبعا المثل بيقول لك مركب الضراير صارت ومركب السلايف غارت. انا ما بحبش المثل ده بصراحة، لان في امثال كتير من السلايف عايشين كويسين مع بعض. والسلاف يا حبايبي لازما يكونوا كويسين مع بعضهم، عشان هم فعلا تحت سقف واحد، وباخر اليوم بيقفل عليهم بيت واحد. مش كل حاجه يعني نطلع نشتكي، وكل حاجه نقول كاني وماني، وكمان ما حدش ما نعيرش بعضنا بقله الخلفه. قادر ربنا يرزقها زي ما هو رزقك، وكمان ده حرام حرام جدا. عشان كده يعني كده حاجه يعني مش كويسه خالص، ان ربنا قادر ياخد العيال منها زي ما هو يعني رزقهم به. ما ينفعش يعني. أيوة. ان احنا بقى كل شويه نقول مش شطاره منها ان ربنا كرمها، ده ربنا كرمها عشان هو كريم، يقدر ياخد العيال منها. أيوة. تاني، لان هي بتتباهى بيهم وبتتفشخر بيهم. ايوه طبعا ربنا هو اللي كريمها، ويقدر ياخدهم في اي وقت، وزي ما كرمها هو هيكرم. ما نعيرش حد، ونحافظ على احاسيسها ومشاعرها برضو. وطبعا عايزه اقول لكم كمان، السلفه ديت لو معاكي في بيت واحد، شقه تحتك او شقه فوقيكي، بتبقى اقرب لك من والدتك ومن اختك ومن اي حد من قرايبك، لان انت لو جرالك حاجه هي اكتر واحده، اول واحده يعني هتطلع لك وهتشوفك فيكي ايه. لو انت عايزه تروحي اي مشوار عند دكتور، عند مش عارف ايه، برضك هي اول واحده هتيجي معاكي لو العلاقه بينكم كويسه. لقيت سلفتك نشره، حاولي ان انت ما تنشرش فوقها. حتى لو انت مثلا منشفه الهدوم هقول لك ماشي، لكن مش منشفه الهدوم بقى ما تتعمديش ان انت تبهدليها وتبوظي لها هدومها. يا جماعه والله العظيم العند دهوت ما بيجيبش في الاخر الا الغم والمشاكل. ايوه فعلا العند بيولد الكفر فعلا، وفيهاش حاجه يعني اليوم ده ما حبكتش انك تغسلي، ممكن تستني يوم. وكمان ما تنفضيش وتخليها نشره وتنفضي عليها. لو هي فاتحه مثلا شباك او نشره او اي حاجه، يا حبيبتي لو انت هدومك نشفت بعد اذنك انا هعمل كذا. لما ناخدها بالود وكده مع بعضنا كده هنكسب بعض ونبقى حلوين مع بعضنا. او حتى تعرفها ولا مثلا حطي مشمع على هدومك عشان لو هدومك سقطت مثلا ما تبهدلكيش. ايوه، ومحدش يسمع بينا، وفي الاخر احنا جوازتنا هم اللي بيقعوا في المشاكل وبيكرهوا بعض بسببنا. وبعدين يا جماعه النبي وصى على 7 جار، ودي مش جارتك بس، دي سلفتك بينك وبين اولادها واولادك، يعني بينهم صله دم. وكمان يعني اول جار ليكي مش 7 جار كمان، فما بالكم النبي قالوا وصانا على 7 جار. قال لك لو الجار دوت يعني حديث فيما معناه، بس انا مش هقوله علشان ما افتيش، لان مش حافظاه بالظبط، بس كان معناه ان لو الجار هيتورث نورثه. فشوفوا بقى، يعني دي مش جاره بس، لا دي جاره وبينك وبينها صله رحم. فما ينفعش والله، ما ينفعش المشاكل اللي احنا بنسمع عنها كل يوم والتاني بين السلايف كده. لا ما ينفعش خالص، ونخلي بالنا من بعضنا كده، وكمان نحافظ على صلة القرابة اللي بين الاخوات، عشان اي مشكلة بتحصل في البيت هم اللي بيقعوا فيها وهم اللي بيتحطوا فيها وبيكرهوا بعض بسببنا. هتبقي مبسوطة يعني لما جوزك وجوزها يمسكوا ببعض، والاخ يضرب اخوه، ممكن كمان توصل للقتل، واحد يموت والتاني يتسجن. لا ما ينفعش طبعا، احنا نكرههم في بعض ونخليهم مع بعض حلوين على طول. بنتمنى يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم ووصل لكم الرسالة زي ما احنا عايزين نوصلها لكم. وان شاء الله باذن الله نشوفكم في فيديو جديد ويكون احسن من كده شويه باذن الله. ونسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.